الأخ مراد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في الجزائر. الله يحفظك ويرعاك أخي. أنا يعني جزائري كنت أعيش في أمريكا حوالي 25 عام، فاعتذر أحبتي لا أجيد اللغة العربية كثيرا، فلذلك أردت فقط أن أشارك معكم فرحة العيد. الله يحفظكم ويرعاكم يا أحبتي. الله يحفظكم. عمو أولا أنت جنابك كبير في السن صح؟ أي نعم بارك الله فيك. 52 عاما. اسمح لي أقول لك يا والدي المحترم، شرفتني ونورتني، حياك الله ونحن في خدمتك. الله يحفظك. يا والدي المحترم، جنابك من أبناء السنة صح؟ لا أنا قصتي غريبة عجيبة، يعني لو تسمحوا لي أسردها في دقيقة فقط. طيب لو سمحت يا والدي، احنا راح نخلي نموت وانت جنابك تتكلم كل ما في داخلك وكل الوقت لك من دون مقاطعة. تمام يبا؟ الله يحفظك ويرعاك يا أحباب الإمام علي. تفضل واحنا بخدمتك. الله يبارك فيك يا أحباب علي عليه السلام. الله يحفظ. أنا كنت مثل ما قلت في بداية الكلام أني كنت أعيش في أمريكا في ميشيغان حوالي 25 عام أو يزيد، فالله المستعان. كنت على الدين المسيحي، يعني نصراني العقيدة، وبعد إذن حوالي شهر تطرقت إلى الإسلام، ويعني اسمحوا لي بس، تطرقت إلى الإسلام ودخلت الإسلام من باب التشيع، وأنا أحببت أن أكون مواليا لعلي ابن أبي طالب عليه السلام. هذه يعني ما أريد أن يعني أطيل في هذه المسألة. الله يحفظكم ويرعاكم. اسمعوني يا أحبة. نعم نسمعك، بس احنا نخلي ميوت حتى انت تتكلم براحتك. تفضل. بارك لك عزيزي، لكن الآن أنت تقول كم سنة صار أنت دخلت إلى دين أهل البيت عليهم السلام؟ حوالي لا مش كم سنة، أنا منذ حوالي شهر فقط. الله يحفظك ويرعاك. عندك سؤال في ذهنك مثلا كذا؟ لا والله شوف أخي العزيز الله يحفظك ويرعاك، ما والله ليس هناك أسئلة واضحة، لأني يعني ماني قارئ كثير من الكتب، يعني أنت عارف واحد جديد ما استطعت أن أقرأ كل شيء أو يعني أرى كل شيء. الله يحفظكم. لكن الأصول الآن الأشياء المهمة في عقيدة دين أهل البيت عليهم السلام، أنك تعتقد أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة الأول المنصب من الله تعالى، صحيح؟ عليه السلام. نعم هذا أكيد. لا مش القضية أنه يعني الإمام عليه السلام أنه منصب. نعم هذه واحدة فقط. والله أعتذر
شوية عندي اللغة. لا أنا ما أريدك تتكلم، أريد أكو معلومات مهمة أريد أشير إليها وأنت تنطيني رأيك. فقط الله يبارك فيكم. مثلا أعطيك مثلا لو تسمحوا لي بس في هذه والدي نعم أسمح لك، بس إذا تسمح لي ثاني كان عمي مصطفى راح أعطيك إشراف عام، أنا بس أصلي وأرجع لكم. ماكو مشكلة. تفضلوا كملوا. نعم. مثلا فيه قرأت فقط رواية في كتاب سليم بن قيس، هذا يعني من حوالي شهر. سليم بن قيس أظنه الهلالي، في الصفحة رقم 131 وشرح الكافي للمازندراني الجزء الخامس الصفحة 192. بحار الأنوار كمان قرأت. هناك ضوضاء يا إخوة. قرأت عند تفسير قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، فقالوا الدابة هو أمير المؤمنين في هذه الكتب. فأنا منذ ذلك خرجت من الدين الشيعي ودخلت الإسلام السني، وأصبح اسمي مراد الجزائري من أهل السنة والجماعة، محاور يسجل لكم لماذا تسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. البث مسجل، لا هروب. جاوبونا يلا، تفضلوا. الآن ما معنى دابة؟ الدابة قول الله سبحانه وتعالى: وأخرجنا لهم دابة من الأرض. قلتم في كتبكم أن الدابة علي ابن أبي طالب. اسمح لي أبو مصطفى، هل أستطيع أن أسميك بالدابة؟ هل تقبل أن أسميك بدأ الميوت، بدأ الكتب. سؤالي لك أبو مصطفى، أنت الآن دابة اسم دابة، اسمع دابة. لماذا لم تقبل بدأ الكتب لماذا لم تقبل اسم الدابة عليك وقبلتها على علي بن أبي طالب؟ جاوبني على سؤالي، هل تقبل أن تكون دابة؟ وانت ما خليتني. ليش تعمل ميوت؟ مسلم عربي آلي مذيل الإيراني. تطلق على الإنسان وعلى الحيوان معا. نعم. وهي بمعنى المتحرك، الدابة من الحركة. ماشي مصطفى، أنا سمعت خلاص. أنا أستطيع أقول الآن لا تعمل ميوت. أبو دابة، أنت أبو دابة الآن. تسمع أبو دابة لكي ننتقل إلى رواية تطعن في علي ثانية. تسمع لي رواية ثانية لكي ننتقل إلى رواية تطعن. شوف الآن والله الله أكبر ولله الحمد. مع كل الأسف بين أنك ولا تفقه كتابا في بثوثكم ولا تعلم ونعطيكم من كتبكم فلا تردوا من الحركة والشتات. كل شيء يدب على الأرض يتحرك على الأرض يسمى دابة. انشب